دكتور دلال توكل، اهلا بيكي في اهلا بودكاست بيكي. الهلسي. اهلا بيكي يا نور. اول حاجه احنا صحاب، ايوه. فانا هستغلك النهارده لو انت قاعده معايا. اولا احنا عندنا اسئله كتيره قوي 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 الناس عايزه تعرفها، او الاسئله اللي هي دايما بتتسال في مجال التغذيه. ف... فاحنا مجمعين لك اهم اسئله قريبه منك وقريبه من شخصيتك ومن محتواكي، وعارفه انك هتقدري تبسطيها درسني. للناس. ايوه. فلو قلنا اول حاجه خلينا نتكلم عن منطقه البطن واسباب تجمع الدهون عند منطقه البطن او الكرش عموما. اوكي. والكرش ده عشان يروح بنعمل ايه، وما بيروح فين؟ هقول لك على حاجه. هو المنطقه بتاعه البطن دي عامله مشكله جامده جدا عند الناس كلها، بس بقى فيه اسباب كتيره قوي. اول حاجه sedentary لايف ستايل. السيدنتري لايف إن ستايل احنا قاعدين طول الوقت، ما بنتحركش، قاعدين على المكاتب. لما بنروح بالعربيه من الدرايف ثرو، الدنيا زمان غير دلوقتي خالص. الدنيا بقت سهله جدا، ما بقيناش نتحرك. الدليفري بتطلبي على الابلكيشن، بيجي لك الحاجه لغايه البيت. التنظيف واحنا واقفين بالظبط. كل حاجه بنعملها، ما بنتحركش الحركات اللي كان اهالينا بيتحركوها في بالظبط. حياتهم. يعني زمان كانوا بياكلوا ممكن اكتر مننا، واكل يعني أكتر. بطريقه هيلثي اكتر، فما كانوش تخان. كان الكرش ده تلاقيه كل أو فين وفين. حتى لو في كرش غير بتاع دلوقتي، هو اصلا عشان ده مهم قوي. في الكرش اجزاء. ايوه، يعني في البطن ما انا هقول لك العاليه، وفي البطن اللي في النص، وفي البطن بتاعت الستات اللي حملت وخلفت. ايوه، هقول لك على حاجه. اولا المنطقه اللي هي في النص دي قولون منتفخ بسبب التوتر والضغط والاكلات بقى. الناس اللي بيبقى حساسه من البقوليات، من البصل، من الثوم، الحاجات اللي هي دي البطن اللي هي بتبقى في نص البطن، في النص عند السره كده من فوق السره. يس. اللي فوق شويه والمنطقه بتاعه النص دي برضو الناس اللي بتدخن النيكوتين. لان النيكوتين فوق الحزام ده. ايوه، تلاقي كرش طالع كده. او الناس اللي بتشرب الكحول، دي اسمها الالكحول ستومك، الكرش ده. طبعا الستات بقى يعني بالولادات القيصريه بيبقى لازم البطن دي موجوده، لان العمليه بتاعت السيزيريان بتقطع كل العضلات، فلازم تتمرن تاني. ولو هي مش مظبطه اكلها من ساعه الحمل، الدهون بتروح تتمركز في الحته دي، بتركز في الحته دي. يعني ده سببه بيبدا منه وهي حامل، ونوعيه الاكل اللي هي بتاكله وهي حامل. فنوعيه الاكل مهمه جدا جدا. احنا دلوقتي كلنا بقينا رايحين ناحيه الفاست فود، والاكل معظمه بقى محقون فيه هرمونات، فده كل الحاجات دي. عارفه انا دايما وصححي لي دايما لما واحده حامل تقول لي انا ولازم اروح لحد، اقول لها بصي، هي اول حاجه تعمليها فكري في ايه اللي داخل. صح. يعني في اكل ما لازم هل ده هيفيدني؟ مش هيفيدني باي حاجه، مش وقته على الاقل دلوقتي. يعني في فتره زي دي وفي طفل بيتكون، اي حاجه مش مفيده، حاجه مليانه سكر، حاجات مقليه جدا، حاجات انا مش عارفه اصلا الطبخه اللي انا باكلها دي في مطعم هي مكوناتها ايه. باين قوي حاجه. بصي يا دكتور نورهان، كمان هقول لك على حاجه، وهقول لك دكتور بقى. ايوه، لا قولي لي يا نوني. انت نوني قلبي. بس هقول لك على حاجه. الست الحامل احنا عندنا كلنا في اجسامنا مايكروبيوتا. المايكروبيوتا دي يعني مايكرو اورجانيزم عايشه في جسمنا، ودي تفصل ولا في المنطقه بتاعه البطن والامعاء. ودي تفصل مننا احنا 3-4 كده في مستعمرات جوه. اوكي. سبحان الله. الست الحامل او احنا كلنا عندنا الميكروبيوتا بتاعت امهاتنا. هي بتتنقل. فانا دلوقتي وقت الحمل كنت باكل كويس، ابني هيطلع هيلثي او بنتي هتطلع هيلثي، او هتختار الاكل الهيلثي على فكره. ولو انا كنت باكل حلويات، هتلاقي البيبي او الطفل ده اول ما بياكل الحاجات الحلوه، لان هو في الجينز بتاعته اتكون ان هو لازم ياكل حاجه حلوه. وهتلاقي على 3 أو 4 سنين بدأ جسمه الفات سيلز تتفاقم، ويبقى طفل زايد في الوزن، غير ما حد مامته كانت يعني مظبطه الاكل بتاعها وقت اكلها. يعني هو الجسم الطفل يعني هي فايده ليا وفايده للطفل اللي بيتكون على حسب نوعيه الاكل اللي انا باكله، لان الميكروبيوتا دي هي بتتغذى على الاكل اللي انا باكله. فانا لو باكل كويس خلاص، يبقى انا هيبقى كل جسمي صحي على فكره. لان الهضم هو ده اساس كل حاجه. انا دلوقتي الهضم بتاعي كويس، يبقى انا خلاص اعضائي كويسه، الانرجي ليفلز بتاعتي كويسه. غير ما باكل مثلا اي حاجه هتلاقيني على طول مهمده، ما عنديش انرجي، ما عنديش اي حاجه. هو لوجيك. يعني هي الاعضاء بتاعه الطفل ده بتتكون على بناء على نوعيه غذاء معين. صح.
زي مثلا ليه بنقول للامهات خدي فوليك اسيد من قبل حتى ما تبقي حامل، لو انت بتخططي البنوته اللي لسه لازم تاخدي فوليك اسيد. خدي مثلا لا لازم لان الفوليك اسيد بيدخل في تكوين البيبي في الاول، لو مش بياخده بيبدا السباين بتاعه او العمود الفقري بتاعه بيبقى بيتكون بشكل مش صحي لو هي مش بتاخد فوليك اسيد. فالفوليك اسيد ده كمان احنا بناخده من دواء مش من غذاء. هو موجود في الدواء. يبقى بناخده دواء كأقراص اللي هو لو انت بتخططي لازم تاخده اول 3 شهور كمان. بنقول لها مثلا لا لازم تاكلي مكسرات، لان الاوميجا 3 بتدخل الاي كيو بتاع البيبي بيبقى احسن، مناعته بتبقى احسن. فاول 2-3 طبعا البيبيهات بيبقوا يعني متدمرين، والامهات رايحه جايه على الدكاتره. صح. الاميونيتي بتاع الطفل مولود وامه او مامته يعني كانت بتاكل كويس بتبقى مختلفه تماما. طبعا. طب احنا لو قلنا عشان احنا من النقطه دي هيبقى حلو قوي ان احنا نتكلم عن الكرش بتاع الامهات. ده مش كرش، هو ده بطن الولاده اللي هي بطن طبيعيه جدا، بس احنا طبعا في ستيجما في المجتمع. احنا من كتر ما بقينا بنشوف البطون الفلات والاجسام اللي معموله، على فكره انا مش ضد ده خالص، انا شايفه ان كل واحد حر، بس ما ينفعش برضو ان احنا طول الوقت نحط الامهات ابقى عندي طفل واثنين وثلاثه واحطها في قالب ان هي كمان لازم تبقى لا انا بصي بحب يعني انا جسمي مثالي، وزني مثالي، باخد كل الكالوريز اللي انا جسمي محتاجها، باخد الماكرو نيوترينز والمايكرو نيوترينز اللي انا محتاجاها، صحتي كويسه، مش لازم ابقى بيرفكت على المسطره. لان طبعا كل مرحله عمريه بتختلف. التين ايجرز غير ما واحده في العشرينات، غير ما واحده في الثلاثينات، في الاربعينات، جسمنا بيتغير. فانا لازم احب نفسي في كل مرحله ومش هجلد لو نفسي. رحنا على حته التين ايجرز، احنا لو قلنا رحله زياده الوزن في البنات لو خدناها، هي فعلا انا بحس ان هي بتبدا من سن 12 سنه ل 18 سنه. بس انا بحس ان المرحله دي لو لحقت نفسها وظبطت اللايف ستايل بتاعها طبعا خلاص هتفضل مرتاحه طول حياتها. المرحله دي بقى بوظنا الدنيا، هنبدا نلجا للعمليات والحاجات دي. لو انا لو شفنا بنت عندها دلوقتي مثلا 15 سنه وخلاص هي جسمها زي ما بيقولوا امهاتنا هو جسمها مفتح، جسمها مليان، طبيعه جسمها بس ملحوقه جدا جدا جدا، وفي السن ده تعمل ايه؟ بصي هو اولا طبعا كل حاجه بتبدا من البيت. يعني ما ينفعش مثلا ابقى انا عايشه وسط عيله كلهم بيجيبوا اكل وبناكل، لان هي عادات على فكره. عائلات، في عائلات بتحب الاكل جدا، وانا خلاص انا كل البيئه اللي حواليا بياكلوا من الاكل ده. فانا ما ينفعش مثلا انا دلوقتي وعندي بنت مراهقه في البيت اقعد اجيب بقى حلويات وايس كريم، لان هي ما عندهاش الوعي الكافي ان هي تبقى مظبطه اكلها. مش هتروح ناحيه السلطه، هي هتروح ناحيه الحلويات، عايزه تاكل حاجات فيها كاربس. فهي مايند سيت بتتكون من وانا صغيره، انا بحط ايه في البيت، ايه اللي انا موفرها لهم في البيت. لكن طبعا في بنات من اول 12 سنه هم بيبقى دماغهم لا انا هاكل كويس علشان صحتي تبقى كويسه. علشان اعرف البس كويس. وخدي بالك انه العادات بتتغير وبتكبر في السن ده. واكتر ناس بنلاقي منهم استجابه هم الاطفال الصغيرين. حلوه قوي. وبيكملوا بعد كده. انا كان معايا ولد ما شاء الله عليه بجد كان نازل من 105 ل 55 ما شاء الله. ده في 8 شهور. كان 12 سنه. ده سن، ده انت انقذتي حياته. الولد اتغير تماما. مستوعب. انا لو الامهات بس تستوعب ان طفل في سن 12 سنه او حتى 15 او 18 هو طفل على فكره. ده مريض، ده مريض زيه زي لو البيت مثلا فيه مريض سكر، مريض غده. فكلنا الطبيعي ان احنا نبقى اللايف ستايل بتاعنا ما ينفعش ابقى انا باكل عادي وعندي طفل في البيت مريض سكر. لازم كلنا اللايف ستايل بتاع البيت يتغير عشان ده مريض. فكلنا او مريض كانسر او وات ايفر المرض. فمريض السمنه ده برضو لازم احنا نتعامل معاه ان هو لا هو مريض. فانت متخيله انت انقذتي حياته من كم مضاعفات كميه الامراض اللي كان هيتعرض لها. البولينج البولينج لانه هو ثقته في نفسه اتغيرت جدا جدا. كان كل اسبوع حبيبي يبعت لي دكتور انا خسيت، بصي صورتي. لما وصل عند ال80 انا بدات اشتري مقاسات صغيره. كان بيشتري من المان سيكشن كونفيدنت بقى جسمه مفروض. وكان وقت كورونا ساعتها وكانوا كلهم اونلاين. فلما رجع المدرسه ورجع واحد تاني قالوا لا ده يعني ستودنت جديد. انقذتي حياته. طبعا. تخيله كمان البنات وقد ايه الموضوع ده. الفكره انه سن فيري سنسيتيف، انه ممكن يكون سبب من اسباب تخنهم الستريس والهرمونز اللي عماله تتغير. فالفكره انا حبيت قوي التو جو مسج من السؤال ده، انه لا هو البيت كله
لو وصلنا لمرحله سمنه خلاص احنا زياده عن الوزن الطبيعي بارقام بكيلوات واضحه، لا يبقى البيت كله في حاله طوارئ. يس لازم نبعد عن الكبريت عن النار، عن البنزين. الكبريت عن البنزين، انا بقول لهم كده على طول. ما تجيبيش حاجات حلوه لانه ما فيش قدره في التحمل. احنا هناكل وانت ما تاكلش. يس لا. ولا حد مثلا يبقى حد زايد في الوزن واخوه صغير مش زايد في الوزن. فدي بقى برضو مشكله كبيره جدا. صح. بنخبي الحاجات بقى. وانتي رايك ايه بقى الامهات اللي بتجري في الوقت ده بالذات لانه لا يلا نوديها جيم، يلا يروح جيم؟ رايك ايه في الحته دي بالذات؟ هو الجيم طبعا حاجه كويسه جدا، بس من غير دايت ولا كانه في حاجه، ولا كاننا ولا اي حاجه. اذينا الجسم اكتر. بالظبط. انا بشوف كده. لا يعني اي حد يعني رايح يعمل جيم وبعد الجيم بياكل مكرونه بشاميل، وانت عملت ايه؟ ما عملناش حاجه. لو هو اصلا الطبيعي ان احنا البني ادم الطبيعي يتمرن ساعه في اليوم. احنا ما بنعملش كده. ايوه صح. احنا اللي مش عاديين. صح. طيب لو رحنا بقى للسن اللي بعد السن ده، السن بقى اللي هو العشرينات، ودلوقتي انتشرت انتشار غير طبيعي ادويه التخسيس، الحقن. انتشار غير طبيعي، اللي هو يلا اسهل حاجه يلا ناخد الحقنه الفلانيه وهكمل عليها طول حياتي عادي، انا I can afford ممكن ادفع ثمن الحقنه دي. انا معاها وضدها بصراحه. معاها لو البادي ماس اندكس بتاع واحد فوق ال40. البادي ماس اندكس ده اللي هو الكتله بتاعه الجسم، كتله ماشي. وعنده موربيد اوبستي. يعني ايه موربيد اوبستي؟ يعني هو فوق ال40 وعنده سمنه مفرطه. عنده سكر وضغط، اللي هو انا لو فضلت مكمل باللايف ستايل ده هيجي لي امراض، هيجي لي السكر، هيجي لي امراض تصلب في الشرايين في القلب، فانا لازم الحق. طيب دايت، بنبدا بدايت، بنبدا بدواء. اوكي، بس الدواء ده لازم يبقى تحت اشراف الدكتور، ما ينفعش اخده من نفسي. لانه هو لو كمل هو هيأذي نفسه. طب دول ما جابوش نتيجه، قول له لا معلش روح اعمل عمليه وتعالي لي نكمل دايت. بس هو الدايت في الاول وفي الاخر هو الاساس. في انا هقول لك على حاجه. من 3 سنين ونص بالظبط كان معايا واحده، هي كان وزنها قريب من الايديال، هي كانت اوفر ويت مش اوبيز. هي عندها كام كيلو كده؟ هي كانت 70 ومفروض تبقى 60. 10 كيلو رايحه جايه، انا عايزه اخد دواء، عايزه اخد حقن، مش قادره اعمل دايت. المهم خدت الحقنه مع نفسها، والحقن دي هي بتتاخد دوزز بجرادوال لغايه شهر بالظبط بالتدريج. هي راحت واخده داخله على ليفل الوحش، واخده اعلى دوز وما كلتش، بقت هايبوجلايسيميك. الدم ما وصلش الدم ما وصلش للمخ. هي في العنايه المركزه. وبقى لها 3 سنين ونص طريحه الفراش. لا بجد؟ يس. دي كم يعني 24 سنه كملت معاها خلاص. هي ما كانش في حد جنبها، ما لحقهاش، ما ادهاش بونبونيه، ما ادهاش حاجه ترفع لها سكر الدم. ففي ايرور حصل خلاص، هي مكمله بيه طول حياتها. وده بسبب ان هي ما خدتهوش تحت اشراف حد ولا تحت حاجه. بس انا برضو هقول لك على حاجه، انا ما بحبش الادويه عموما. انا دلوقتي اقدر ان انا صيدلانيه بتقول ما بحبش الادويه بهذه الجرأه. شفتي؟ ايوه. وطول عمري على فكره. انت عارفه ان اغلب الصيادله كده، عشان احنا قد ايه درسنا دراج انتراكشن ودراج فود انتراكشن، وعارفين الادويه بتعمل ايه. فاحنا علاقتنا بالادويه حساسه اكتر من الاطباء البشريين. بالظبط. انا طول ما انا في الكليه على فكره ما كنتش بحب الحاجات، يعني كنت احب الكوجنسي مثلا، البوتاني، فاكره؟ الكوجنسي اللي هو انا احب الاعشاب، والبوتاني الاعشاب، احب الاعشاب الحاجات الطبيعيه. طيب دي هتديني افكت على اللونج ران، لكن طبعا في امراض لازم ادويه. ده العلاج الاكل علاج بالزبط. ففكره ان انا اللايفز استخدم الاكل في انه يعالجني، وانه يعمل لي وقايه، وانه يحسن مناعتي، لما اجرب ده وما ينفعش خالص معايا، انا دايما مقتنعه انه خلي الادويه للضروره، اللي هو انا لازم اخد دواء، محتاجه اخد دواء. طب لو قلنا دلوقتي انت اصلا في اللايف ستايل بتاعك انت الاستراتيجي بتاعت كالوريز اكتر ولا ماكروز اكتر؟ الاثنين مع بعض. بس عندك انت مؤمنه بالكالوري كاونتنج قوي؟ بصي هقولك على حاجه، الكالوري كاونتنج هو مهم. كل الناس. لا هو مهم. مع اي نظام انا عايزه دلوقتي اخس،
او ابدا احرق من دهون معينه. فلازم يبقى عندي كالوريز كاونتنج، بس انا ضمن الكالوريز دي لازم احسب ماكرو ومايكرو نيوترينتس. ما الماكرو نيوترينتس هي البروتين والنشويات والدهون، الدهون المفيده. والمايكرو نيوترينتس كمان انا ما اقدرش مثلا في النظام ما احطش كالسيوم، لان مثلا الستات كلها لازم تاخد كالسيوم، لازم، لان احنا بعد سن المينوبوز هنلاقي نفسنا بقينا فراجايل، بقينا جسمنا هش جسمنا ده هي اصلا من اول واحنا داخلين في ال40 انا بحس انه خلاص الجسم بدأ يضعف. لا احنا دلوقتي عندنا ماسك الاستروجين مغطي لنا حاجات كتير جدا، مش محسسك بحاجه. ما فيش كوليسترول عالي، ما فيش دهون ثلاثيه عاليه، ما فيش هشاشه في العظام. بس اول ما كل ده تدخلي في المينوبوز هتلاقي طبعا كل الحاجات دي بدات تظهر، تقولي انا عجزت. عشان كده في ستات نبقى مؤهلين من يعني اهل جسمنا لازم من دلوقتي. والفايبرز لازم يعني انا كل الحاجات دي بحسبها في النظام. ما ينفعش ادي لحد اقول له خد بالكالوريز دي. طب انا ممكن اقول لك انت ليكي 1000 كالوري في اليوم، تاخدي بيهم ساندوتش برجر وخلاص، تاخدي ربع قطعه بسبوسه على فكره 1000 كالوري يعني. الفكره ان الناس مش مستوعبه انه الماكروز دي يعني القيمه الغذائيه بتاعه الحاجه. ما انا انت ليكي 1000 او 2000 كالوري في اليوم، ممكن تاخديهم كميه خضار وفاكهه تاكلي اكتر بكتير جدا من حد كل وجبه واحده بس وايت صوص بالمشروم. ايوه الاكل متعه 1600 بس لما الواحد يظبطه ويدخله. يعني مثلا ممكن اعمل الوايت صوص دي برضو بطريقه شيك، تبقى طريقه لذيذه كده ما فيهاش كالوريز عاليه ولا اي حاجه. لا انت مشهوره بالحاجات دي، بحب الاكل. ما فيش حد انا دايما ده فيدباك عنك رهيب انه لا بتاكلنا كل حاجه وملوخيه. ايه سر الوصفات دي؟ ازاي وصلتي والله هو بس على فكره النيوتريشنست لازم يكون بيعرف بيطبخ. هو انا بحس المطبخ اصلا ده انا بيفكرني بايام المعمل. انا ناقص اجيب بيبات وبيبات. ايوه انا ماشيه بالميجرمنت سبونز بتاعتي، احط كذا اعمل كذا ايوه. طب هو ترتيب الاكل في الوجبه فعلا بيفرق جدا. ازاي بقى؟ بصي انا دلوقتي لو في عندي اكل، لو قلنا في اليوم الاول ترتيب الاكل في اليوم ابدا بايه يومي، وترتيب الاكل في الوجبه نفسها. هبدا من الوجبه الحاجه الصغيره. ماشي. دلوقتي انا في عندي اكلات الجلايسيميك اندكس بتاعها عالي. الجلايسيميك اندكس ده اللي هو تستفز الانسولين. فانا لو كلت حاجه عاليه هفضل. ايوه برافو عليكي دكتوره. ايوه اتعودت اتكلم مع الناس كتير قوي اكتر من العادي. فانا دلوقتي لو باكل فاكهه او حاجه فيها سكريات عاليه هترفع لي سكر الدم بسرعه، تعمله زي سبارك كده، سبايك. ماشي. هتجنن الانسولين هيزيد جامد جدا في الجسم، مش عارف بقى يروح فين. فالانسولين ده هو هرمون مسؤول عن ايه؟ ان هو بياخد الاكل ده يبدا البروتين استمو ويروح امينو اسيدز يروح على الماسلز، على العضلات. ماشي. الدهون هوديها للمكان بتاعها. الحاجات اللي هتخرج الكذا نفسه يروح للخليه تبقى نشيطه وفريش كده. فطبعا انا لما اخد حاجه فيها جلايسيميك اندكس عالي ايه اللي بيحصل بقى؟ انا مش عارفه اودي الدهون دي فين. طب خد تعالى بقى خد كل الحاجات الزياده دي حوشها لي دهون. فيبدا يبقى عندي دهون عالية ومش بشبع. ولا الطاقه بتاعتك هتعلى مره واحده وتنزل مره واحده. احنا بنعمل كده مع الناس اللي هي بتتدرب مثلا سباحه او رايحين بطولات او كده عندهم ماتش. طيب خد شوكولاتايه قبل الماتش هتديله سبايك عالي. انت هتلعب ماتش بس هي ما تاخدش شوكولاته. لا هو قاعد سكت كده. لا هي ده اللي الناس بتعمله. فلما ابدا بقى الميل بتاعتي بحاجه جلايسيميك اندكس بتاعها قليل زي السلطه. زي السلطه الخضار كله. مش انا اللي قلت كوين. ايوه كوين السلطات. فالسلطه هي الجلايسيميك اندكس بتاعها قليل، كل الخضار الياف كتير، فايبرز كتيره. فدي هتبقى عارفه هتعمل زي كفر كده للمعده. فهتبدا تستقبل الاكل. خلاص انا ايه بشبع وسكر الدم عندي ايه قاعد فيها واحده كده بتزاحم كده وبتملى مساحه من البطن. ديني كده. بعد كده بروتين في الاخر بقى النشويات. هو تعود على فكره. ده ترتيب الوجبه. طب لو قلنا ترتيب اليوم الصبح ناكل حاجه نبتدي بيها اليوم. ناس كتير قوي بتلغي الفطار، والفطار ده مهم جدا جدا جدا. مش عارفه قاعدين مطلع لي اشاعات. ايوه بس هي مدارس عماله تتضارب. يعني ناس تقول لك اهم وجبه الفطار، انه الفطار بمعنى ان انا لازم اول ما اصحى من النوم. وناس ثانيه تقول لك لا هو المهم انك تفطر بس مش اول ما ادي نفسك وقت، استنى بس تجوع شويه، خصوصا الناس اللي بيعملوا صيام متقطع بتاعه. ايوه يعني انا مثلا بصحى من النوم لا ما اقدرش لازم اكل.
عشان صايمه من بالليل. عشان تبقي صايمه من بالليل لو عامله صيام متقطع 7 8 بالظبط، بصحى لا جعانه. حد تاني لا هو متعشي كويس مش هقدر اكل. سهرت النهارده كنت معزوم، اكلت الساعه 12 واحده، فهي ملهاش قوانين. هفطر الساعه 12 واحده بالظبط، ملهاش قوانين. احنا يعني نعيش حياتنا عادي. يعني انت دايما بتقولي للناس ايه في الفطار كدكتور دلال في اللايف ستايل موديفيكيشن، او في ان انت بتغيري نمط حياتهم، ايه الفطار اللي جاب معاكي اكتر نتائج؟ الفطار اللي بيبقى فيه بروتين زي البيض، الفول، الجبنه. طبعا لازم يبقى فيه كاربس، التوستيه مثلا ربع رغيف بلدي او كذا، وطبق سلطه. ليه لازم يبقى فيه كاربس الفطار؟ الكاربس ليه بقى؟ لان انا دلوقتي باخد من الكاربس لو مثلا عيش البلدي ده فيه الياف هتملالي المعده. مش هاجي بعد شويه اقعد القط بقى من التلاجة رايحه جايه. لازم اكل اكله تبقى تسد جوعي الصبح وتديني الانرجي. يعني انا لو فطرت الفطار المظبوط وكلت الوجبه بالترتيب المظبوط، انا كده بعمل حقنه التكميم بطريقه طبيعيه. هو ده التكميم الطبيعي. هلاقي نفسي الاكل قدامي وانا مش عايز اكل قوي، لان انا مدخل جسمي كل الكالوريز اللي انا محتاجها. ما فطرتش وقت الاكل، رحت ضارب طبق المكرونه، بعد شويه هجوع تاني وهلاقي نفسي على اخر اليوم رمرمت زي ما بيقولوا. وعمال بحلي وبرضه ما بشبعش وبدخل وكلت اقل على فكره، ما كلتش. ما ناس كتير قوي يقول لك انا ما باكلش، انا قافله بقي. بس طب مش باكل كتير. طب في الاخر بتاكل ايه؟ شوكولاتايه على مش عارفه ايه على مش عارفه ايه، ما ده كالوريز. بتعملي جريمه. جرايم. ايوه. طيب قولي لي انت مع ولا ضد موضوع اللبن؟ لان الجدل ده يعني عمال كل ما يهدى يرجع يطلع تاني. بصي اللبن هو مفيد جدا جدا، وده مصدر الكالسيوم. ما ينفعش نقول مش مفيد. ايوه، ما ينفعش نقول ده مش مفيد. مش عارفه هم ليه حاطينه في دماغهم، لكن مش لكل الناس بقى دلوقتي، لانه في ناس عندهم حساسيه البان. بس حساسيه الالبان دي ممكن هي بتبان مع ناس صغيرين، اطفال صغيرين. لو ام بترضع والبيبي عنده حساسيه البان لانه ما عندوش اللاكتيز انزيم. حساسيه في انزيم اللي اسمه اللاكتيز. ما هو اللبن فيه اللاكتوز. ماشي، اللاكتوز ده هو اللي عامل الازمه. ما بيتهضمش فبيبدا يضايق. دي المشكله اللي عندنا احنا الكبار بقى دلوقتي، او بقت موجوده في ناس كبيره قوي. انا بحس ايه، وانتي صححي لي برضه، بحس ان هو كلنا عندنا لاكتيز. كلنا بس اللي بيحب اللبن قوي او حسب طبيعه الجسم اللاكتيز بتاعه بدا يخلص وهو ما بيتجددش، فبدا هو يشرب لبن. انا عن نفسي عارفه جالي ليه لاكتوز انتولرنت من كتر ما شربت لبن في حياتي. انا خلصته بدري فدلوقتي اي لبن عادي بيتعبني جدا، فبضطر اشرب البدايل بتاعته، اللبن النباتي. لانه اللبن العادي لا بقى بيتعبني، بقيت بيجي لي بقى اللي هو تعب. بصي هو ده ممكن على فكره تبقى حاجه يعني وقتيه لغايه ما يتكون الانزيم تاني. لا لانه هو بيتكون تاني، بيتجدد تاني اللاكتيز فعلا. طبعا. طب تفتكري في حاجات ممكن تساعد بصي هو دلوقتي بقى في البان اللاكتوز فري. ما هو في طبعا، بس ده كده احنا مش بنجدد اللاكتيز. ما بس انتي بتاخدي البروتين بتاع وكمان في الكبسولات تاخدي اللاكتيز دي بقت موجوده. وانتي دلوقتي خلاص انتي بتاخدي من كوبايه اللبن الحصه بتاعتك من الكالسيوم. لان احنا محتاجين كالسيوم كل يوم. فانا دلوقتي كوبايه لبن فيها 7 جرام بروتين و310 مللي جرام كالسيوم. انا اصلا في اليوم العادي ببقى محتاجه 1200 مللي جرام. فانا دلوقتي يعني ده تقريبا ربعها. صح، ربعها. صح. طب ازاي ما اخدوش؟ بس انا هقول لك حاجه، هو التوازن هو اللي محل. يعني انا ما ينفعش مثلا اشرب لتر لبن وماشي ورايح جاي سوري الميه اترو زي وكل الحاجات بتاعتي بلبن، واجي اقول انا ما بتخنش ما بخسش ليه؟ ما هو كالوريز. صح. طب لو قلت لك اصلا بمناسبه التوازن، ايه اكتر غلطات الناس بتعملها في الدايت وترجع تقول لك انا بعمل دايت بس مش بخس، انا رحت لفلانه وفلانه 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 مش بخس؟ ايه اكتر غلطات بتشوفيها؟ بصي هو عادات كتير قوي. انا مثلا بقلق جدا من اللي يبقى داخل يعمل دايت ويقول لي انا هبدا دايت وهنزل الجيم واعمل صيام متقطع، انا هعمل كل حاجه، بس الاكسيدنج اكسبكتيشنز ده بقى لا بس مش هيكمل الاسبوع، هيقع. ممكن واحده لازم نمشي بالراحه. انا دلوقتي واحد جاي من حته باكل بطريقه عشوائيه وما عنديش اي فكره عن الهيلثي لايف ستايل غير ان هو انا باكل سلطه الصبح واجي بالليل الخبط تمام وبحرم نفسي. فانا دلوقتي
بشتغل ان انا اصغر معدتي وان انا اقلل الكميات بتاعتي، اروح اعمل صيام متقطع واروح رايح جيم. طب ما انت هترجع من الجيم جعان كل حاجه، واشترك في رياضه، وانا هلعب سباحه، وانا هعمل خدها بالراحه على شهر تكون انت وصلت للبوينت دي. نشيل عاده سيئه نحط مكانها عاده واحدة. كويسه، خطوه خطوه، بحيث ان ده يبقى ده لايف ستايل. ما اللايف ستايل ده الواحد بيتعود عليه بيحتاجين 21 يوم عشان تدخلي في عاده جديده وتكتسبيها. تبقي محتاجه 3 أسابيع تقريبا. بتفرق قوي ان الواحد يعني واحده ياخدها بالراحه. طب في عادات منتشره ان هي عادات صحيه، او اكلات معروفه ان هي اكلات صحيه، وهي في الاخر لا هي مش صحيه، وانت مش بتقولي للناس تاخدها وتبقى في اللايف ستايل. السباركلينج ووتر الناس كلها اشرب سباركلينج ووتر، مليانه صوديوم. طب ما الصوديوم ده بيعمل ووتر ريتنشن وهيأثر على الكلى، الميه في الجسم. انا كان في حد جاي يشترك معايا في الدايت ويبدا دايت ماشي، فمن الاسسمنت الاولاني طب انت ايه اللايف ستايل بتاعك؟ انا بشرب كل يوم سباركلينج ووتر. انا اصلا ما بشربش ميه عاديه. ايه ده؟ انا سباركلينج ووتر مش لو انت ممكن تشربها بس مش لدرجه انها تبقى بديله. هو تعود ما بيحبش التيست بتاع الميه. في ناس كده على فكره. ايوه بس بنقول لهم حطوا فيها نعناع، حطوا فيها برتقال، ليمون، جنزبيل، حاجات. قلت له طيب بص لغايه ما نبتدي وقفها. نزل 2 كيلو ونص طيب في 3 ايام. الميه اللي كانت محبوسه في جسمه كل ده السباركلينج ووتر مثلا. البروتين بارز. بس لو حد قالك سباركلينج ووتر ولا صودا؟ لا ده ولا ده ولا لا بس لو حد خلاص، في ناس خلاص ساعات بتبقى على فكره في مرة ناس واحدة. هتبقى مره في الاسبوع اللي هو انا مش هحرمك من حاجه، بس الوسط نوع السباركلينج ووتر او نوع برضو والنسب الحاجات اللي فيها بتعلمي الناس يقروا النيوتريشن فاكتس والحاجات على قد ما اقدر. ببعت على طول نشوف هنا نبص هنا نشوف الكالوريز قد ايه، لان مش كل حاجه كالوريز. انا بشوف نسبه الفاتس الساتوريتد فاتس والمكونات نفسها. ما انا ممكن الاقي حاجات فيها زيت نخيل. والناس السكريات، يعني الصودا نفسها، انواع الصودا اللي موجوده مليانه سكر، نسبه نصها سكر. بس نسبه السكر في واحده عن واحده بتفرق، فما ينفعش تقولي انا ببلع بيها بعد الاكل وده العادي بتاعي كل يوم. يعني مش هقول في اكلات بتبقى خلاص، مش هقول لك احنا مش ملايكه على فكره، بيجي علينا وقت نفسنا في حاجه طبعا. بس هاخد منها قد ايه وبعدها هكمل اليوم. بس هقول لك على حاجه برضو، هو اللي بيتعود ان هو خلاص جسمه نضف بجد هيجي وقت مثلا بعد اكله معينه عايز يشرب صودا ماشي، مش هيشرب الازازه كلها، هيشرب نص. صح. حتى ممكن تشيرت معايا اللي هو حاسس انه انا عامل اي حاجه غلط، ايه اللي انا خلص. لا وبطنه هتوجعه لان جسمه هو فعلا نضف، حصل له ديتوكس. واكيد انت كده، انا كده. انا لو في اكلات معينه وبحس خلاص هي بعد الاكله دي انا عايزه اشوف بقى اللي هو ايه مين هيشربها معايا. ولا مش هشرب الغامقه، هشرب الفاتحه وهشرب مش عارف ايه وكميه قد اللي هو عملت وممكن ازود عليها كمان، اعملها موهيتو او اعملها مش عارف ايه اللي هو احس ان انا بالراحه مرتاحه اشرب بعدها ميه كتير وكده. طب ايه الحاجه اللي في لستة المكونات اللي لو قريتيها لا مستحيل تدخليها جسمك؟ الزيوت النباتيه كلها المهدرجه والصوديوم، لان احنا معظم الحاجات اللي بتبقى يعني معلبه اول ما بتلاقي مكتوب زيوت نباتيه، خصوصا لو مكتوبه زيوت نباتيه بس لانه انا بقلق قوي، لانه لو مش مهدرجه ممكن على الاقل يبقى الموضوع ارحم شويه، لكن زيوت نباتيه بس كده لا. انت عامل ايه معانا؟ صح. لا الزيوت النباتيه دي كمان بتاثر على الهرمونات جامد جدا جدا. وبتعمل ايه في الوزن بقى؟ خلينا بتزود الوزن جدا. الجسم اصلا ما بيفهمهاش او بيبقاش فاهم دي ايه ده ايه ده بقى فين، فبيعمل خلل في الهرمونات. ما عشان كده تلاقي كل الصغيرين يا حبايبي مختلفين عن جيلنا بسبب اللخبطه بتاعه الهرمونات دي. الاكل طبعا تعمل مشاكل كتير. هو فكره الزيوت النباتيه ليه المصانع بتستخدمها كتير، ليه البراندز بتاعه الجانك فود والفاست فود بيستخدموها كتير؟ لانه هي ارخص بكتير، رخيصه جدا. هي الزيوت الطبيعيه بيقعدوا يعملوا لها عمليات معالجه كتير قوي، فتبقى الشيلف لايف بتاعها بدل ما هي كام شهر كام سنه بالظبط. كام سنه. فانا خاف من الحاجات المعلبه جدا كمان. طب لو اقول المعلبات عموما اي معلبات لان بيبقى فيها صوديوم عالي، والصوديوم ده لو انا مثلا واحده لايف ستايل بتاعي ان انا بشتغل وما عنديش وقت وطول الوقت رايحه جايه على الحاجات المعلبات دي، ما انا بعد شويه الكلى بتاعتي هتتاثر. صح. والوزن بيزيد رايح جاي. طب لو قلت لك علاقه التوتر بالوزن، في ناس يقول لك لا اصل هو عشان هو على طول كده فهو تحسه
بيحرق اكتر هو خالص. وفي ناس تقولك لا انا عشان متوتر فانا باكل اكتر. بصي هي الحته دي بقى بالذات الناس اختلفت عليها كتير قوي، والجسم بيتعامل معاها وطبيعه الشخص مختلفه. يعني ملهاش قاعده لغايه دلوقتي. ماشي، في انت ممكن تزعلي او تبقي متوتره بطنك تقفل، ما تعرفيش تاكلي حاجه وتبقي خلاص مش قادره اكل، تزعلي يجيبوكي من الثلاجه. بالظبط من الثلاجه رايحه جايه على الثلاجه. في ناس تتوتر تقول لك لا انا هعالج نفسي بالاكل. فهي ملهاش. وعلى فكره ونفس الشخص ممكن زعل ما ياكلهوش وزعل ياكله. انا بقول كده. فهي ملهاش ملكه. بس في المجمل هل التوتر ليه علاقه طبعا لان الكورتيزول الكورتيزول لما بيعلى بيوقف الحرق. مين بقى الكورتيزول ده؟ هرمون الكورتيزول. ده هرمون التوتر. لما بيزيد، انا دلوقتي بشتغل نلاقي شكل البطن كبرت بقى، اللي هي متصله جدا بالقولون. عايزه طب هقول لك على حكايه. بصي لان كل الحاجات دي احنا بندرسها وبنذاكرها، ولما بتشوفي كيسز قدامك انت بتصدقيها. أيوة. لانه الكلام لوحده ما كان معايا بنت وكانت خلاص فاضل لها على الايديال ويت 2 كيلو، كانت 53 وعايزه اوصلها ل 50. خلاص موديل. قعدت 2.5 شهور ما بتخسش ولا كيلو. اقول لها طب انت بتعملي ايه؟ تقولي انا ملتزمه والله العظيم وانا مصدقاها. فالمهم قلت لها طب انت عندك توتر؟ قالت لي مديرتي مطلعه عيني. هي استقالت نزلت 2.5 كيلو من التوتر. التوتر هو اللي خلى جسمها خلاص ما فيش ما واقف. هي متوتره جدا جدا وعايشه في حاله توتر. عارفه اللي هو انا متضايقه. عشان كده دايما بنقول المشي، اليوجا، تمرينات التنفس، الحاجات البسيطه دي. ايوه النوم، انك بيعلي السيروتونين. الحاجات دي فعلا مهمه جدا للحرق. لانها بتخلينا بتقلل الكورتيزول اللي هو الوحش، وبتعلي السيروتونين اللي هو هرمون السعاده بتاعه السعاده بقى. مش بالشوكولاته الدارك يا جماعه. ناموا واشربوا حاجه تخليكم هاديين كده قبل النوم. ده هيفرق قوي معاكم. طيب احنا كده خلصنا الاسئله العلميه. اوكي. وعايزين نعرف بقى الشخصيه النيرد اللي قاعده قدامنا دي من ورا الشخصيه دي. عايزين ندخل جوايا شويه جوه شخصيتك. الاول هسالك سؤال هو مش كاتبينه لي هنا في الورق، انت هتسالي بس لانه السؤال ده ريليتد، دي حاجه كومن بيني انا وانتي. احنا 2 صيادله، واحنا 2 عندنا باشن غير عادي في النيوتريشن. وانا دايما بحب قوي قوي لما حتى بنتي نور بدات تكبر وتقول لي مامي هو ايوه انت بقيتي بتعملي ايه؟ قلت لها انا صيدله. فانا درست كل حاجه في جسم الانسان، بس انا طول الوقت بدور ازاي يبقى جسمي صحي. فانا بقول ان انا صيدلانيه باحثه عن حياه صحيه نفسيا وجسديا. فالصيادله ومجال التغذيه والضجه الكبيره قوي اللي حصلت، عايزه اسمع رايك انتي. انا عارفه ان انتي مش هتكوني متحيزه للصيادله، وبعد كده هقول لك رايي. طيب لا بس انا هقول لك على حاجه. هبقى متحيزه طبعا. هو النيوتريشن ايه؟ حاولت اخليكي مش متحيزه. حاولت. لا هو بايو كيمستري. ماشي. ما البايو كيمستري ده بيدرس في جسمي انا ايه اللي بيحصل، الميتابوليزم بيشتغل ازاي، الدهون بتتحرق ازاي، كل البروسيس دي هي بايو كيمستري. بايو كيمستري هو صيدله، المواد اللي احنا درسناها بالظبط. فهو لا هو صيدله، اناتومي، فيسيولوجي، هيستولوجي، احنا درسنا كل حاجه مواد طب وعليها صيدله مواد تانية. لا احنا كنا فعلا احنا ما كانش عندنا سوشيال لايف وقت الكليه. احنا كنا طول الوقت قاعدين بنذاكر. لما درستي بقى ماجستير التغذيه بتاعك كان في ناس مستغربه اللي هو لا، او انت حتى كان في جواكي حاجه معطلاكي اللي هو انا في الاخر برضو كصيدلانيه لسه في مصر مش هعرف ارخص صيدليه، سوري مش هعرف ارخص. لا هقول لك على حاجه. ولا حسيتي ان انا لا انا بحب ده، انا هعمله وهشوف هساعد الناس بيه ازاي. مش موضوع عيادة زي ما انتي بتقولي. انا حابه حاجه زي كده، وشفت كيسز كتير جدا ناس يعني مش عارفين ياخدوا الخطوه ان انا اظبط فيها اكلي. طب ما دام انا يعني درست حاجه وعارفاها وعارفه البروسيس بتاعتها تمشي ازاي وقادر وحابه الموضوع ده. خدي بالك هو الموضوع كله انت ومش شرط في نيوتريشن. انا واحده بحب الماركتينج، انا هبدع في الماركتينج. بحب بيزنس، بحب اي تخصص. مش معنى بحب الكروشيه كليه معينه على فكره. طب ما هقول لك على حاجه، بحب الكروشيه مثلا، هبدع في الكروشيه. فاهمه؟ فكل واحد هو شاطر في مجاله وفي الحته اللي هو لقى نفسه فيها.
الفكره ان انا اثقل نفسي ازاي في المجال اللي انا قررت اتحمل مسؤوليه ان انا اخدم الناس فيه، اثقف نفسي، ابقى طول الوقت بقرا مطلع، ابقى طول الوقت بشوف ايه الجديد، واخد الشهادات اللي في السب سبيشاليتي اللي انا عايزه هو بالظبط هو حد فيها. اشتغل على نفسه. ايوه يعني انا كلنا بندخل كليات وبناخد الشهادات، بس احنا بعد كده انا يعني اشتغلت على نفسي في ايه؟ ممكن اشتغل على نفسي في حته وحته لا. انا دلوقتي مثلا لقيت نفسي في حته النيوتريشن، بتعملي ريفيرال، بتحولي حالات معينه لدكاتره، لانه الحته دي مش بتاعتي طبعا. مثلا غده انا ماليش فيها، مش بتاعتي، لانه انا مثلا جالي حد ويقول لي انا فضلت ماشي مع حد وانا عندي الهايبو، الغده كانت قليله وقعدت سنه كامله ماشي مع حد قال لي هظبط لك الغده بالاكل. لا طبعا، ده هرمون في الجسم، انا ماله الاكل بيه، دي قصه تانية. فانا بعمل تغيير لنمط الحياه، مش هتعدى على حته بالظبط مش بتاعتي. يعني بس انا شاطره قوي في الحته بتاعتي، فانا لا انا يعني ما ينفعش حد مكسور مثلا يجي لي اقول له لا روح لدكتور عظام. ايوه وانا تخصصي نيوتريشن، اكل تغذيه. او مثلا البوست بارياتريك كمان، اللي هو بعد عمليات التكميم، في ناس ينفع يشتغلوها، وفي ناس لا هي دي مش بتاعتي، فانت يفضل ان انت تروح لا هو النيوتريشن لو حد دارس التخصص ده، ما هو لازم تبقى دارس التخصص ده. وفي ناس تغذيه نحافه اكتر من هي سمنه. اللي انا اقصده انه شويه، انا عارفه ان الموضوع ده هيعمل جدل، بس انتوا عارفيني خلاص بقى، الواحد قطع البطاقه من سنتين كده. انه الفكره انه كليه الطب بتخليكي انت متخرجه من حقك تفتحي عياده، بس وانت بتعدي على النيابات وانت بتدرس، مش كل الناس مارسوا التغذيه. وحتى التغذيه اللي هيمارسها في النيابه او في مستشفى غير التغذيه في المستشفيات بتاعت تغيير نمط الحياه. لا التغذيه في المستشفيات صعبه جدا جدا جدا. انت زي الصيدلي والكلينيكال لا وانت كمان اصلا انا اشتغلت شويه في المستشفيات في العنايه المركزه. فانا دلوقتي حد جاي لي عامل حادثه، ما بيتحركش وما بياكلش ما بيبلعش. ما انت لو عامل حادثه وغايب عن الوعي ما انت لما بتيجي تبلعي ده حاجه اكشن انت بتاخديه. ممكن احنا مش حاسين بيه. دي بارنتال نيوتريشن، دي قصه صعبه جدا. فانا دلوقتي لما اعمل له ميكتشر في هيدخل على الدم في كل حاجه، مش هديله جلوكوز عشان يفضل عايش وخلاص. لا الجلوكوز ده لو واحد مين بقى اللي يعملها بقى يا جماعه؟ الدكتور ولا الصيدلي؟ هي بقى لازم كل الحسابات دي، لانه صعبه جدا جدا جدا، مش سهله. وده تخصص، ده سب سبيشاليتي برضه للصيادله، مش اي صيدلي حتى يقدر يعملها. ده اللي انا بتكلم فيه. انه ممكن طبيب بشري يفتح عياده تغذيه ومعاه شهاده، معاه دبلوم مثلا او ماستر، او ممكن يكون ما درسش تغذيه بس هو حابب الموضوع، وصيدلي او دكتور علاج طبيعي او تخصص تاني كهيلث كير بروفيشنال درس ومعاه ماستر و2 ومعاه دكتوراه وسافر 30-40 مؤتمر وخلاص تخصص في الحته دي. الفكره بس انه دايما نتحمل مسؤوليه انه لا انا ما ينفعش اعمل حاجه مش بتاعتي او بره الحته اللي انا دارسها. مش عيب ان انا اقول ان انا لا دي مش بتاعتي. ايوه طبعا. وهقول لك على حاجه، زي ما في كل مجال فيه الكويس وفيه الوحش، فيه اللي عنده ضمير وفيه اللي ما عندوش ضمير. انا دلوقتي في حته النيوتريشن لا انا اي كير على الناس اللي وثقوا فيا وفي اسمي مثلا وداخلين معايا. لا يعني مثلا حد هيجي. انت قدوه لصيادله كتير قوي على فكره يعني، لان انت معروف عنك انك من الناس الشاطره قوي اونلاين، وانك بتعملي تغيير لنمط الحياه كله بريسيبيز بكل حاجه. وما شاء الله مش بس شغاله، انت عندك حالات الناجحه والسمعه الحلوه. الحمد لله والله. بس هو كله بجد عليه كل الحاجات دي واصله. انا بقول لان الواحد فعلا بيشتغل من قلبه وعنده ضمير في الحته دي. طب قولي لي بقى كم حاله من الحالات دي لا فشلتي فيهم؟ فشلتي؟ مش انا اللي فشلت. لا هقول لك على حاجه، لان انا I accept the challenges. يعني مثلا ناس كتيره قوي دكاتره وكبار، مثلا حد يجي يقول له انا بنت انا عندي PCOS، عندي تكيس المبايض، بيخافوا. لا دي مش هتخس، لا دي خلاص بقى hopeless case، انا عايزه اخد حاجه سهله. فلا انا يعني انا ببذل مجهود وبفضل
وراكي مره واثنين وثلاثه. بس لو حد هو ما عندوش النيه، لان التخسيس بالذات انا مش هديلك دواء هتخفي عليه، هقولك خديه اسبوع وتخفي، مش دور برد. لا، هو ده احنا لازم نقعد مع بعض شويه. بالظبط، لازم نقعد مع بعض شويه. اقل حاجه 12 اسبوع علشان تبداي تحسي بالفرق. دلال، بتجيبي وقت وطاقه ازاي انك تدخلي في حياه واحده وواحد من اللي جايين لك وتتابعيهم كل يوم مع بيتك وولادك وحياتك؟ كله بتوفيق ربنا بجد، مش عارفه ازاي، بس زي ما بقول لك انا بخاف على الناس اللي معايا، بحس ان هم بناتي. يعني سواء اكبر مني اصغر مني، بس خلاص انا مسؤوله عنهم. ومعايا تيم طبعا، وبحاول على قد ما اقدر يعني. اللي بيبقى محتاجني خلاص انا موجوده ان شاء الله يعني. طب في مره حاله، او في حاله قبل كده قابلتك كنت حاسه ان هي مش appreciating، مش مقدره الافورت ومش مقدره؟ كتير طبعا. كتير، بس هي دي شخصيات. مش عيب فيا ومش عيب في اي حاجه. هو في شخصيات كده، في شخصيات بتستكتر عليكي مثلا حاجه، او تقول كلمه اصلا كويسه. بس الشخصيه دي هي مؤذيه لنفسها او اذيتك نفسيا. يس طبعا. احكي لنا بقى حاجه وجعتك، اثرت فيكي لحد النهارده؟ طبعا. بصي، هو كذا حاجه، بس الحمد لله يعني. يعني ان في معظم الناس بتابريشيت، بس زي ما بقول لك اللي مش بيابريشيت انا مش مستنيه حاجه من حد. وانا بعمل اللي عليا وبعمل ربنا في الاول وفي الاخر. فخلاص ما دام انت حاطه ربنا ان انا عايزه يعني اقدم حاجه كويسه، اتس اوكي خلاص. انت ما قدرتيش، يبقى دي مشكلتك انت، لان الشخصيه اللي مش بتقدر هاديه قوي ورقيقه قوي. فانا مش متخيله انه حد، هي اكيد هتكون حد يا اما هي الاكسبكتيشنز بتاعتها عاليه قوي. لا، هي الشخصيه نفسها مش كويسه. مش كويسه. بصي، في ناس بتستكتر على حد نجاح مثلا. بتستكتر على حد انه يقول على مثلا نورهان كويسه، تتضايق. ودي على فكره مش موجوده مثلا في مجالنا بس، ده من اول البنات وهم صغيرين لازم بتلاقي حد فطبعا بصي، حصل معايا موقف كده او حاجات شبهه بقى يعني من شخصيات. بس انا لما قريت شويه عشان اريح نفسي، مش عشان اي حاجه، قريت شويه في الحته بتاعت علم النفس شويه، فلقيت هو الناس شخصيات. في مثلا حد ما يتكلمش خالص، وتلاقي في الاخر بعتالي صور، خدي حطي الصور. انت غيرتي حياتي. انا عايزه اقول للناس انه لا، في حد يقدر يغير وحد يعمل كذا. واحده تانية بعد ما تخس، وكل اسبوع انا يا بصي كل اسبوع انا بحبك، بموت فيكي، انتي وانتي وانتي وانتي. وتلاقيها في الاخر انتي ازاي تعملي معايا كده ما انا خاسه 20 كيلو؟ طب ايه؟ مفيش حاجه. تلاقي بقى كتبت حاجه، لا تلاقي كتبت حاجه وحشه مش كويسه بتاع كده يعني. فبصي، انا ما بقيتش بهتم. الاول كنت بتضايق بصراحه، زي اي حد. عارفه لما بتبداي شغل معين بتتضايقي في الاول، بتنضج. بالظبط، بتنضج. طب انت كدلال بقى باللايف ستايل بتاعك، لما بتروحي بيت حد من قرايبك، لما تكوني حد عندك في البيت، في اي تجمع مع صحابك، هل اتعرضتي لضغط مجتمعي او تنمر على اللايف ستايل بتاعك قبل كده، اللي هو الضغط اللي بيبقى بهزار ده؟ عارفاه ده؟ بصي، هقول لك على حاجه بتختلف من حد للتاني. يعني مثلا البيت عندنا هم بيسبورت حاجه زي كده، لان هم شافوا التغيير. شافوا التغيير. انا مش بس مامتي، انا حماتي. ايوه، انا ببقى انا محاطه. يعني انا بحس ان انا بعمل مجهود جبار عشان افضل متبعه نظام غذائي صح، مغريات مش طبيعيه، واقل الطلبات اللي ممكن اطلب. يعني ممكن اقول مثلا طب انا هاكل بيضتين مسلوقين، لا ده حرجيهم لها في مرة. يا جماعه لا، يعني واحده بالراحه عليا. لكن انتي بيتك بصي، هما بيسبورت حاجه زي كده، وهم جربوا الاكل اللي بدهون والاكل اللي من غير دهون. الاكل اللي بدهون خلاص عايزين ننام فين السرير. لا، الاكل اللي من غير دهون واللايت لا خلاص انا عندي حياه تانية اعملها بعد الاكل، بالذات في رمضان. بس لا، قبل كده من ناس حد بقى جروب صحاب خروجه، اي ناس مش لا والله بيحترموا جدا يعني. صحابي بيحترموا جدا. انا خارجه هشرب شاي اخضر، هشرب كذا عشان دلال سلطه. لا، هما بيحترموا وبيخافوا مني. انا جايه هطلب سلطه عشان دلال قاعده. ايوه حلوه قوي. طيب انتي لو انتي ما كنتيش بقيتي في مجال التغذيه، كنتي هتعملي ايه؟ ممكن كنت يعني ابقى لايف كوتش مثلا.
ايوه لايق عليكي قوي. بالفطره يعني. ممكن كنت ابقى لايف كوتش جدا، لاني زي ما بقولك انا والله بحب التشالنجز جدا جدا. فلا ممكن كنت ابقى لايف كوتش، واي نوت. طب ايه الخطوه اللي خدتيها او الحاله اللي وافقتي؟ ما احنا برضو على فكره في اوقات لا انا مش حاسه ان انا هضيف حاجه للحاله دي، استمريتي معاها او حاولتي معاها، او غلطه حاجه ندمتي عليها اللي هو لا انا ندمت ما كانش المفروض اعمل كده؟ ما بصي او حتى مش الشغل يعني قرار خدتيه وحاسه ان القرار ده لا غلط، انا ما كانش المفروض اخد القرار ده. اسئله صعبه. ده سهل قوي. قرار خدته كان لا ممكن حكم على حد، ان انا حكمت على حد غلط. بس بصي الواحد طول ما هو عايش هو بيتعلم. على فكره دي شجاعه انه ان انت تقولي حاجه زي دي. انه ايوه انا متصالحه قوي مع نفسي. ايوه ما شاء الله. لا ممكن اكون حكمت على حد غلط وبعد كده اتعلمت. بعد كده لا لاني ما كنتش اعرفه. موقف يعني حصل قدامي. بس بعد كده قلت لا الواحد لازم يبقى حسن النية في كل الناس. صح. الى ان تظهر اي بوينت تعرفني ان ده مش كويس. انت عارف حته الحكم على الناس دي، انا فاكره مره انا كان اوقات ما بعرفش ارد، بس بعد كده مؤخرا الواحد بقى بينضج. فانا فاكره مره جروب كده انا مصدومه مش عارف كذا كذا، فانا رحت انا بكل بساطه صحابي بقى كتير لا اطلعي قولي يا جماعه ثانيه واحده، هو انا اللي مصدومه؟ انا رديت ثانيه واحده هو انا اللي مصدومه ان احنا بنصدق اي كلام بيتقال؟ هو انا اللي مصدومه مش انت اللي مصدومه. أيوة. انت ما تعرفينيش علشان تصدقي هو كلام وترجعي تروجي له كمان. اسهل حاجه ان حد يقعد يتكلم والكلام ما فيش اسهل منه. يعني ممكن ابقى قاعده في قاعده اقول والله ده انا شفت كذا وعملت كذا. طب ليه؟ انا هستفاد ايه مثلا؟ هبقى النجمه بتاعه القعده مثلا؟ نو لا خالص. صح مش هستفيد اي حاجه. خلاص خليني في حالي وبلاش جايبه ونميمه بقى. ايوه قد ما نقدر والله. فعلا دي بجد بتفرق قوي عموما في الواحد لازم يدرب نفسه بجد. لان احنا على طول عندنا الحته ان انا عايزه اتكلم على حد او بتحسي او احنا مجتمعنا عايزه احلل شخصيه حد، والسوشيال ميديا خليتنا كده احنا بنعمل اكاونت بنلبس روب القاضي بنحكم على الناس. انا بخاف من السوشيال ميديا بجد. مع ان انتي موجوده في وسط ستات وعلى الفيسبوك وعلى انستغرام. لا اخاف اطلع اقعد اتكلم تفتحي قلبك. اخاف لان مش انتي فاهماني او عارفاني فعارفه انا بتكلم ازاي. ممكن حد تاني بشخصيته بطريقه تفكيره يفتكر حاجه تانية انا بقولها غلط. صح. وانا مش قصدي حاجه. الموضوع محتاج شجاعه ان الواحد اصلا يطلع على السوشيال ميديا ويفتح قلبه، مش بس يبقى يفتح قلبه. بالظبط. يطلع ويفتح قلبه على طبيعته، هو مكسور وهو مبسوط وهو ناجح وهو فاشل. طبعا. طب احنا هصفض لنا كام سؤال وانا بقى خلصت. اوكي. اول حاجه بس عايزه الاسئله دي اجابتها في كلمه، ولو انت عايزه تقولي الكلمه دي ليه مفيش مشكله، بس عايزين كلمه واحده. طيب. مين الشخص او اكتر شخص اثر على حياتك العمليه؟ حياتي جوزي. فعلا؟ يس. هو دكتور؟ لا بجد. بس هو كان very supportive ليا طول الوقت. بيشتغل في شركه من بتوع الاتصالات التليكوم. بس هو على طول في ظهري. عايزه اعمل دبلومه ماشي روحي، عايزه اعمل ماسترز ماشي روحي، عندي شغل ماشي روحي. فهو يعني هو واثق في نفسه جدا بصراحه، واداني حته الثقه دي. يس هنقول له ثانك يو بقى. يس. طب ده احنا السؤال كده هيبقى اصعب لانه الجزء الثاني من السؤال مين اكتر شخص اثر على حياتك الاجتماعيه وعلى شخصيتك وعلى اللي انت فيه دلوقتي؟ هو برضو بارت كبير منه. فعلا. ايوه. احنا خلاص مدينين ليه بقى. نعرفه من وانا عندي 18 سنه. يس. واتخطبت بدري واتجوزت بدري وعملت كل حاجه بدري ودرست عنده وعملت كل حاجه. فاللي هو جزء كبير من شخصيتك بسببه. يس. طيب لو قلنا ايه هو الدافع اللي بيخليكي تقومي كل يوم الصبح ومكمله وعايز توصلي لايا كانت الاحلام اللي انت عايز توصلي لها؟ بصي انا هقولك على حاجه ممكن دي تبقى موجوده في شخصياتنا احنا الاثنين. ماشي. ان انت على طول تحسي ان انت عندك كوميتمنت او انت عندك سنس اوف اونرشيب. الحته دي مادام جاتلك وعندك وعارفه ان في ناس مسؤوله منك مستنيه منك حاجه، انت فعلا هتقومي تعملي. ان هي عندي بص
انت عارفه ان انا فعلا في اوقات ببقى انا داون بجد وافكر في ست واحده بس من اللي بتبعت لي واقول مش هينفع، انا هقوم وهكمل. انا في يوم من الايام الهمتها انها مش هينفع. بالظبط كده. فانتي دلوقتي في ايام طبعا الدنيا ابس اند داونز، طبعا الدنيا ساعات يوم بتصحي الصبح مبسوطه وكلك سعاده ويوم تاني لا انا مش قادره اقوم من السرير، بس لازم تقومي. صح. لان انت عندك يعني sense of ownership، انا عندي احساس بالمسؤوليه، انا مسؤوله عن ناس، انا مسؤوله عن بيت، مسؤوله عن كده، ما ينفعش اقع. صح. وبعدين هو على طول تستعيني بالله فعلا، لان الشيطان هو اللي بيدخل لنا وبيخلينا نقع. بيحب الحزن ويحب يدخل الحزن ويحب الفشل ويحب يدخل الحاجات دي جوانا ويحب ان هي تتملكنا. يعني انا مثلا في قاموسي كله ما اقدرش ما عمري ما اقول لحد انا زعلانه او انا محبطه او انا متضايقه. الكلمات دي ما بحبش اسمعها من حد ولا انا اقولها، حتى لو انا جوايا كده. بس لا ما اقدرش اسمعها، بتضايق. حلو ده. طب لو قلت لك صفة واحدة بس بالنسبة لك ما ينفعش ما تكونش موجودة في حد مسؤول عن تغيير نمط الحياة لحد أو بيعمل لحد دايت أو في المجال ده، حد يسلمه صحته صحة جسمه انه يغيرها، دايتيشن، نيوتريشنست، هيلث كوتش، اي حد، صفة ما ينفعش ما تكونش موجودة بالنسبة لك. الصبر. لازم الصبر ده، يعني اصل انت معاكي كيس وانت بتتقبليها بكل حالاتها، مبسوطه، فرحانه، متضايقه، الشغل متعصبه بالظبط، في حاجات كتير قوي. ده فلازم الصبر ده لازم يبقى عنده صبر. يس صح. هي بصراحه عندك ولازم يبقى كايند، طيب ويحس بالناس اللي قصاده وتحطي نفسك مكانهم. انت فاكره في ايرا كده، بس اي ثينك الناس خلاص دلوقتي بتاعت الورق المطبوع، اللي هو تروحي الدكاتره وفي ورق مطبوع وبتاخدي الورقه، وفي ناس كانت بتدخل 2 عيان مع بعض. ايه ده مش عارفه. ايه ده مش عارفه في ايه ده. في حد بيقول لي احنا بندخل 15 في الكشف. في ايه ده 15 ازاي؟ الميزان ويقول لي يلا دور اللي بصي انت خسيتي كام ونقارن. لا الحمد لله الحاجات دي. بصي هو الناس بقى عندها وعي برضو، بس ايوه الحاجات دي بقتش موجوده دلوقتي. فاكره مامتي بتقعد تحكي لا ماما بجد كنت تروحي لحد مين ده وازاي تسمحي له مش عارفه ده كان بيزعق لي. ولا بيزعق لك ليه اصلا؟ لا انا ما اقدرش ازعق لحد، لان المفروض ان انت بتحترمي نفسك وبتحترمي الناس اللي حواليكي، سواء اكبر اصغر. البيشنت هو اللي وصل وقتها الدكتور. انا بقفل وقتها اريح كده، اعمل شات داون وارجع تاني. تخرجوش مني شخصيه ثانيه. خليني زي ما انا. فلا بصي ساعات طبعا انت بتروحي ايوه، بس لا انت لازم تكنترول يور سيلف. احنا كده خلصنا الحلقه بسرعه من بودكاست الهيلثي. بس لسه في سؤال واحد بس. قولي. انه لو عندك فرصه تساليني سؤال واحد بس، ايا كان السؤال ليا، ايه هو؟ طيب استني بقى عشان لازم اسالك سؤال. انا عندي اسئله كتيره جدا بس هسالك سؤال واحد. انتي انا اتعاملت معاكي شخصيا لان احنا اصحاب وشفتك في حتت كتير قوي. لما بتدخلي مكان بجد يعني هو ما حدش يحس بيها غير حد بيكونتاكت معاكي دايركت، مش سوشيال ميديا. السوشيال ميديا انت ليكي الانفلونس بتاعك وكل حاجه، بس انت بتدخلي المكان بتمليه بوزيتيف فايبس، لان حتى جوزي شافك في العمره قال لي لا هي شخصيه مرحه جميله جدا. قلت له شايف انا كنت بقول لك ايه؟ لا هي جامده. انا بحب. قولي لي سؤال، انت ايه الانفلونس بتاعك؟ ايه يعني انت البوزيتيف فايبس بتاعتك جايباها منين؟ انا بصراحه موضوع اصلا ان انا ليه ان انا بدي حد طاقه ايجابيه ده انا استغربته جدا اول ما بدات على السوشيال ميديا. لانه انا الوقت اللي قررت ان انا اكون على السوشيال ميديا كان هروب كبير جدا 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 من فشل في حياتي الشخصيه كبير. كان فشل، كنت طالعه من انكسارات رهيبه وخلل كده، وفي نفس الوقت لسه بقى دارسه الهيلث كوتشنج. فقررت ان انا هطلع الطاقه اللي عندي في اني اساعد غيري، لان مش لاقي حد يساعدني. فلقيت الناس اغلب الوقت مركزه على ان انا مجرد بطلع لايف بديهم انرجي، مجرد بتكلم بديهم انرجي، الطريقه بتصور بيها او بتكلم بيها. فاستغربت قوي، انا مش فاهمه اصلا. يمكن انا فعلا كنت عايزه ادي
قبل ما اخد. ففعلا كنت عارفه في ناس بتقولك فقد الشيء لا يعطيه، لا انا كنت في الفتره دي بجد فاقده الدعم، وحسيت ان انا لا بغير حياه ناس، وناس تقول لي لا انا فيديو بتاع صيام متقطع ده خسسني 30 كيلو، وانا ناس تقول فالموضوع جه من هنا. فحسيت ان انا بدات الدايره بقى تلف، انا اديهم طاقه هم يدوني طاقه، انا اديهم طاقه هم يدوني طاقه. بس انا من زمان فيا حته ان انا عارفه من اوائل المدرسه، من ادخل في العيله احب اساعد واحب لا يا خالته انا هرتب لك كذا، انا هطبخ معاكي كذا، انتوا عارفين ده بيتجاب منين. وساعتها فكره في ناس بتتخض من ده، اللي هو انا بدخل هاي ازيك عامله ايه، مش ايوه قريبه جدا. في ناس ان احنا كنا قاعدين بقالنا سنه مع بعض. ايوه في ناس بتروح بصالي كده، في بس انا اتغير لا ما اتغيرش، انا هفضل كده على طبيعتك. فيمكن بقى سوشيال ميديا والتعامل مع الناس، وان انا بقيت بتحط في ايفنتس واحداث كتيره، ده خلاني لا انا قررت ابقى كده اكتر واكتر، مع انه كان ممكن يحصل العكس على فكره. sometimes لما كل ما بيبقى حواليكي ناس وتعرفي اكتر تلاقي نفسك اللي هو بس كنت بدعي ربنا دايما انه يا رب ابدا 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 يعني وانت بتعلي قدري انه نفسي تتاثر يا رب، يعني الحمد لله ممتنه ان انت بتعلي قدري، بس بلاش ده يخترق قلبي، بلاش نفسي تفضل نفسي محتفظه بنفسها وبتنزل كمان، اللي هو افضل انا نفس القلب، عندك التواضع، نفس الشخص. هو مش تواضع قد ما هو عارفه لما بتفكري فيها انه هو ده فضل كبير جدا جدا من ربنا، صح. انه حد يجي يتصور معايا او حد يسمع لي، تقعد 5 دقايق او 10 دقايق او في البودكاست بتاعنا ده هتقعد تسمع لي، هو ده كرم من الناس اصلا انها تيجي تتصور معايا او ان هي تسمع لي او ان هي تثق فيا او تفتح لي قلبها. فلما بتفكري ان ربنا حطك في الحته دي تبداي تستوعبي لا هو مش تواضع، هو مش تواضع، هو انا لازم اعمل كده. انت ممتنه للحته جدا جدا. اصله يعني عارفه انا ساعات كتيره بكتبها انه انا ما اعرفش ايه الحاجه الحلوه اللي انا عملتها في حياتي من بين كل ذنوبي، ما كلنا احنا بني ادمين، هي اللي خلت ربنا يفيض عليا بكرمه انه ناس تحبك او ناس تفتكرك بحاجه حلوه. لان انت لو بصيتي لموضوع السوشيال ميديا ده ملايين، عارفه ملايين ده رقم على فكره، مش طبعا. احنا بنعمل فرح في 1000 بني ادم أيوة. ولا بنعزف 100 حد وبنبقى مهدودين، انت متخيله ملايين. بس لما تفكري انا دايما ببص ان بعد ما امشي انا لو الناس دي كلها قالت الله يرحمها ايوه ويبقى لا بس انت يا نورهان من الشخصيه يعني قريبه من ربنا وحاسه بيكي بالروحانيات دي جدا. بنحاول عارفه الفكره الايمان بيزيد وبيقل وكل حاجه كلنا بنتاثر، بس فكره ان انا طول الوقت الواحد انه يبقى بيحاول طول الوقت، وعجلت اليك ربي لترضى، بنحاول اللي هو بس ايه انا هفضل رايح جاي كده، بس هفضل ادق الباب وهفضل رايح مش هستسلم. بس ثانك يو دودو، والله انا كان صعب على فكره بجد ايوه بس جميل. بس انتي شطوره ثانك يو بجد والله، ومبسوطه جدا ان انا كنت معاكي النهارده ومعاكم، ونورتينا ده نورك والله. انا كنت حاسه ان انا جايه قاعده في بيتنا. ايوه صح قاعده صحاب هي دي احلى بجد حاجة. حتى وانا جايه مش هحضر حاجه، قاعده جايه هقعد اردش كده بقى، عايزين المعلومات اللي عندك والناس تستفيد، وفي نفس الوقت نوري الناس قد ايه انت جميله. انت اللي جميله، ميرسي قوي، شكرا يا حبيبتي. ثانك يو يا جماعه، باي باي باي.